طب اتمنى كده يكون في صوت. احنا عملنا حوالي حبه حلوين ما كانش في صوت. المهم يعني دلوقتي ازيكم يا جماعه. الاول ان شاء الله تكونوا بخير. يعني الناس طلعت بعد ماتش سيراميكا، يعني خلاص الماتش خلصان بقاله مثلا ساعه الا ربع كده ولا حاجه. فالناس طلعت بعد الماتش قالت ايه ده معتمد جمال وحش، ده معتمد جمال مش كويس، اصل معتمد جمال منزل فلان ومنزل علان ومنزل فلان وما نزلش، واصل بدا التشكيل وبدا ما نزلش فلان للاول ونزل فلان ليه بالاخر. ما يا جماعه يعني نتكلم بس واحده واحده كده، نبدا الموضوع من اوله. انت لعبت قدام سموحه، وبعدين قبلها كنت لعب قدام الفريق اللي هو ايه بتاع زيسكو، رجعت من زيسكو لعبت سموحه، بعد سموحه لعبت كايزر، بعد كايزر رحت ملاعب اسمه ايه يا ربي اللهم صل على النبي النهارده سمير كليوباترا. الكلام ده كله في خلال 10 ايام انت لاعب 4 ماتشات و11 ماتشات او 11 ماتش 11 يوم. انت ملاعب او انت لاعب كام ماتش؟ 4 ماتشات. 4 ماتشات 4 ماتشات يا مؤمن في 11 يوم مع لعيبه اغلبهم ناشئين، وبقيه اللعيبه يعني لعيبه كويسه الصراحه مش وحشه، بس بني ادمين في الاول وفي الاخر، يعني كتر خير الدنيا. تمام. اي حاجه مع مدير فني محل، مع ايقاف قيد، مع مشاكل ماديه، مع مشاكل ماليه، مع اداره هي الاسوأ في تاريخ نادي الزمالك يعني بعد اداره مرتضى منصور. وانت انا بتكلم عليها ايه ده يعني اداريا هي الاسوأ. الاداره اداريا هي الاسوأ. يعني اداره مرتضى منصور كانت ب 60 70 بس ما كانش يعني لا الاداره دي ما فيش اسوأ من كده. انت لا بتاخد معاها حق ولا باطل، ولا بتاخد معاها اي حق من حقوقك، وبتخسر كل حاجه، بتخسر الارض وبتخسر القيد وبتخسر اي فلوسك وبتخسر الاستثمارات واي حاجه بتخشها بتخسرها، بتخسر اللعيبه مجاني وبتخسر كل حاجه. كل حاجه مع الاداره دي انت خاسرها. تمام. طيب مطلوب منهم يعملوا ايه بقى؟ يعني اللعيبه دي مطلوب منها تعمل ايه؟ تكسب النهارده. طب كسبت النهارده، ما بص يا جدعان احنا كسبنا سيراميكا كليوباترا، الف مبروك، الف مبروك. ايه كسبنا سيراميكا كليوباترا وطلعت ايه بقى؟ طلعت تلاعب طلائع الجيش. هيتحط هو انت فاكر؟ لا ما تجننيش بقى. هو انت فاكر ان ماتش سيراميكا كليوباترا ده هيتحط لك امتى؟ يعني انت فاكر ان ماتش سيراميكا كليوباترا ده هيتحط لك امتى؟ ما هيتحط لك يا ماتش طلائع الجيش ده هيتحط لك ما بين الماتشين بتوع دور الثمانيه بتاع الكونفدراليه. ماشي. هو انت فاكر ان ماتش دور الاربعه بتاع نهائي بتاع نص نهائي الكاس ده هيتحط لك امتى؟ هيتحط لك في ما بين ماتشين نص نهائي بتوع الكونفدراليه. هو انت فاكر ان ماتش الفاينل هيتحط لك امتى؟ ما هيتلحم في ماتش الفاينل بتاع الكونفدراليه لو ساعات، يعني هيخليك في نص ما بين الماتشين. ليه؟ لأن كده كده هي الدولة أو الإدارة بتاعة اتحاد الكورة أو الرابطة أو أيا كان اسمه مسماها أبوها إيه، هي عايزة تلحم الدنيا عشان كأس العالم اللي جاي والمنتخب وبتاع. مع إن هم لو بيفكروا بالعقل الغوا الدوري، الغوا الدوري خالص. تمام؟ الغوا الدوري ونبدأ الموسم الجديد عادي، بس ركز على البطولات القارية وبطولة كأس مصر والرابطة، وتعالى بعد كده إيه يا معلم؟ بعد السنة الجاية يحلها ربنا بقى، بس عشان المنتخب زي ما عملت في كأس عالم 90 كده. لكن انت بتتكلم في ناس ما بتفكرش، سواء اذا كان في اداره الزمالك او في اداره اتحاد الكوره. تمام. ويغيظك اكتر الجماهير اللي طالعه دلوقتي زي ما كنا بنقول هي بتهاجم معتمد جمال. بس الراجل عامل اللي عليه وزياده، هيعمل ايه تاني؟ يعني انا عايز افهم، هل هو انت وفرت له الكواليتي اللعيبه الجامده تمام اللي تقدر ان هي اللي هو يعمل روتيشن ويبدل؟ لا، هو لو شال محمد هيحط حسنين اصلا ناشئ ومحمد ناشئ، يعني اصلا لو شال ناشئ هيحط مكانه ناشئ. تمام. اللعيب اللي بيتصاب بيخش في جنب علي فتحي. الناس الزملكاويه القدام فاكرين علي فتحي ده، علي فتحي ده يعني هو لحد الان يعني ان شاء الله باذن الله هيلحق ان ماتش صن داونز بتاع العوده ان شاء الله بتاع 2016. من ساعه ماتش صن داونز ده وهو مصاب حمدي فتحي، فاللي هو اللي بيتصاب في نادي الزمالك بيروح يقعد جنب حمدي فتحي يقعدوا يونسوا بعض. ولا كان علي فتحي ده كان ابن لذين. هو كان علي فتحي مش حمدي فتحي ده بتاع الاهلي. تمام. فانت دلوقتي بتتكلم في البوينت بتاعي ان انت لعيبه انت على قدك، اللعيبه دي بتعمل اللي عليها وزياده. كتر خير الدنيا اللي هو بيلعبوا 4 ماتشات في 11 يوم. تمام. دي تفشخ جسم اي لعيب. تمام. مدير فني المفروض قدامه لعيبه
تمام، هو عارف مين الاصلح ومين الصح ومين اللي هيقدر يلعب ومين مش هيقدر يلعب. مش انت اللي قاعد على الفيسبوك في البطانيه تحت السرير، على السرير تحت البطانيه، تمام، بتقول لك اصل معتمد جمال كان المفروض ينزل ويطلع ويدخل هو ايه؟ طب ما تروح تدرب انت طالما انت جامد قوي كده. لكن الدنيا مش كده، والكوره ما بتتحسبش كده. هو الراجل كتر خير. انا اتضايقت ان الزمالك خسر، طبعا اتضايقت ان الزمالك خسر، ما فرحتش يعني. بس لما تيجي تبص انت لسه في الصوره، انت ما خسرتش كل حاجه. انت عندك 12 يا جماعه، 12 ايقاف كده داخلين على ال 12 اهو، الحمد لله، فضل ونعمه يعني. رقم قياسي اقسم بالله نخش مشروعه غنس، مش جنس غنس، دي موسوعه وسخه للحاجات الوسخه اللي في العالم. 12 ايقاف كده، 12 قضيه. انا مش ما تخيلتهاش في حياتي دي ان انا اشوفها في فرقه. تمام. طيب فانت دلوقتي في القصه دي كلها، هل دي حاجه تضايق ان الزمالك يخسر النهارده؟ لا، عادي. الاهلاويه قال لك عندنا منه كتير يعني، فانت ما مش خسران حاجه. يعني موضوع كوميدي يعني. تمام. طيب عندك بطولتين مهمين، عندك الكونفدراليه بتلعب فيها فريق نسبيا وعلى الورق هو سهل تقدر تعديه، وحتى سواء قابلت المصري او شباب بلوزداد هم على الورق سهلين وان شاء الله تقدر تعديهم. تمام. ولو قابلت الوداد في الفاينل ان شاء الله تقدر تكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى ان الزمالك يصعد الفاينل وياخدها من الوداد، ان انا بحب الفرقتين، انا بحب الوداد على فكره يعني، ما عنديش شخصنه معاه يعني، هو ولا رجاء يعني، ما عنديش شخصنه معاه نادي مغربي، لكن انا عايز اخدها من فريق قوي. الكونفدراليه ان شاء الله هتاخدها، هتوصلك بعد كده لايه؟ لنتيجه السوبر الافريقي. تمام. طيب الدوري انا عايز ايه؟ انا عايز ايه اصلا من السيزون كله؟ انا مش انا ممكن افاجئك واقول لك ان انا لا عايز كونفدراليه ولا عايز كاس، انا عايز اخد مركز مؤهل دوري ابطال، شكرا. انا مش عايز غير كده، انا عايز اخد مركز مؤهل دوري ابطال. ليه؟ عشان دوري الابطال ده هو ده الحته الحلوه، هو ده اللي انت لو السنه الجايه ان شاء الله فكيت القيد وشبكه الكوره وعملت الدنيا وظبطت حالك وجبت لعيبه كويسه، وانت واصلا فكره وجودك في دوري الابطال ده جذاب لاي لعيب هيتشاف. لكن مش يقول لك انا هلعب في الكونفدراليه، مين بيشوف الكونفدراليه غير جماهير الفرق اللي بتلعب فيها؟ لكن دوري الابطال العالم كله بيشوفه، ده ابطال افريقيا، فانت جذاب للعيبه انها تيجي وتلعب عندك عشان تتشاف، سواء اذا كانت هتروح مع منتخباتها او هيجي له عقود احتراف في مكان احسن. ومنها الدوري ابطال افريقيا انت بتطلع منه ان شاء الله على كاس العالم للانديه، بتاخد فلوس كويسه تقدر انك تظبط بيها حالك اكتر من كده، بتلعب فرق، وبرضه هتبقى وقتها جذاب للعيبه انها تيجي عشان تلعب كاس عالم للانديه حتى لو على سبيل الاعاره. لكن انت ما تكونش همك تاخد كونفدراليه وكاس مصر وزعلان قوي ان احنا طلعنا من الكاس. ما الاهلي طلع من وي، المصري طلع من زد، الاتحاد طلع مش عارف، طلع في الاول مش عارف من مين، غزل المحله طلع، الاسماعيلي طلع. بقول لك الفئه الجماهيريه ده اقسم بالله العظيم ثلاثه ما حد هيهتم بماتش في كاس مصر ده من بدايه من الماتش اللي جاي، والله العظيم ما حد هيهتم. مين هياخدها؟ بيراميدز، زد، سمير كليوباترا، بس هي دي البطوله. مين هياخدها؟ ولا حد، شويه عاهات كلهم. كاس مصر اللي كان بياخدوا الاسماعيلي خدوا، الاسماعيلي ما خدوه، الاتحاد والاهلي والزمالك والمصري غزل المحل، دلوقتي ما بياخدوا فرق عايقه، فرق مالهاش لازمه، وده اللي هم عايزين يوصلوه لنا في الاخر يعني. فالشاهد من القصه دي كلها، انت الحمد لله طلعت من الكاس ده، خير ليك، لعله خير ليكم يا جدعان، لعله خير للزمالك ان شاء الله. ده خلينا نركز في اهم بطولتين في الموسم، وخلينا نركز على الهدف بتاع الموسم كله، انك تاخد مركز مؤهل دوري ابطال. ارجع اقول لك تاني، انا يهمني الكونفدراليه، هفرح على فكره لما نكسب الكونفدراليه، وبص هفشخ الدنيا، بس انا ولا يهمني غير ان احنا ناخد مركز مؤهل دوري ابطال. ده هدفي من السيزون كله، ده هدفي من، وانت كده كده هتشارك في كاس السوبر المصري السنه الجايه، واحنا عارفين حتى لو ما خدتش اي بطوله، ايه الاهلي هياخد الدوري وبيراميدز ياخد الكاس ونادي صالح رجب ياخد رابطه، وتاخد انت ايه الكارت الذهبي عادي. هم كده كده لازم يحطوا الاهلي والزمالك في بطوله الرابطه دي عشان خاطر التسويق وعشان خاطر الفلوس وعشان خاطر. تمام. فاحنا دلوقتي هنلف ندور هنلاقي نفسنا
ان اللعيبه دي عملت اللي عليها. اللعيبه دي الترسانه، احمد حسن بيقول الترسانه كسبت البطوله بتاعت كاس مصر. برضه فريق قوي، فريق عريق يعني، مش نادي اي كلام. تمام. فاحنا الحمد لله حصل خير وقدر الله ما شاء فعل. ندعم، عندنا ماتش مع الحرس يوم الجمعه، تكسب تعلى في النقط، هتوصل بعد كده انك تبقى في الحته بتاعت ايه، والله انا دلوقتي مخلص الدور الاول مركز تاني. حلو قوي باشا، انت باشا ابدا، عندك 6 ماتشات في الدور الثاني نهائيات، 6 ماتشات، ال6 ماتشات فاينل اصلا. هيبقى حسام ربنا يبارك لك يا رب، هيبقى انت كمان والله. فانت عندك 6 ماتشات في الدور الثاني فاينل، ده 6 نهائيات كاس عالم. تخيل بقى انت بتلعب ال6 ماتشات دور ثاني مع كونفدراليه مع كاس مصر، وانت ما عندكش عمق الاستواد، ما عندكش عمق السكواد الكويس اللي يخليك تريح ده النهارده وتلاعب ده بكره وتدخل ده هنا. ده انت بتطلع عيل من ناشئين يعني بتزغرط. ده احنا طلعنا عيلين 3 من ناشئين كويسين، يعني الجمهور مش فضل شويه يعمل لهم تماثيل. فيعني كتر خير الدنيا، وما عادش فلوس حتى انت بتدفع، ده انت بعت 2 لعيبه مش عارف بكام ونص، 2.5 مليون دولار تقريبا عشان تدفع مرتبات اللعيبه اللي عندك. بعت دنيا وناصر ماهر، ومعتمد جمال شغال من غير فلوس. يعني انتوا مستنيين ايه طيب؟ والله مستنيين ان احنا ناخد ال3 بطولات دوري وكاس وكونفدراليه؟ حاضر ان شاء الله. هنعيد ماتش سيراميكا مع ماتش مصر والسنغال وماتش المغرب والسنغال، وهنخلص القصه دي. الدنيا ما بتحسبش كده، الدنيا ما بتجيش للقصه دي. خلاص كتر خير الدنيا، هو عمل اللي عليه النهارده، وعلى قد اللعيبه اللي عنده اللي طالع عين ابوها خلال 3 ماتشات، وسافر جنوب مش عارف، راحوا مش عارف زامبيا ورجعوا من زامبيا، ومسافرين في طياره منيله ب 60 نيله، راجعين في طياره منيله ب 60 نيله، وانزل وطلع. وبعدين لاعب سموحه اللي هو كان لسه جاي لك، هو كسبان بيراميدز قبلها. تمام. وبالمناسبه فوز الزمالك على بيراميدز هبط معنويات سموحه، فخلاه رايح للاتحاد. هو يعني هو خلاه سموحه ما عملش حاجه لحد دلوقتي غير ان هو كسب بيراميدز بس اصلا يعني. ف دي القصه. ان شاء الله احنا عندنا ماتش الحرس اللي جاي ان شاء الله هنكسب. عندك بعد زد ان شاء الله هتكسب، عندك بعد بيراميدز ده ماتش فاينل، ده ماتش نهائي الدوري. تمام ان شاء الله هتكسب. تمام تكسب، تعمل نتيجه كويسه، تلاقي نفسك ثبت في المركز الثاني. ممكن سيراميكا يقع، لان سيراميكا عندهم ماتش بيراميدز، ممكن تتدحلب انت لحد ما ايه، وتلاقي نفسك مركز اول ولا مركز ثاني، ولا لو خلصت الدور الاول مركز ثالث يا سيدي عادي. عادي، المهم انك تخلص لي الدوري ده كله، تخلصه لي كله في المركز الثاني. انا مش عايز حاجه غير كده، سهله اهي، اسهل حاجه في الدنيا. انا عايز اخلص الدوري في المركز الثاني، لا يهمني بقى كونفدراليه ولا كاس ولا رابطه. انا لا هفرح لو كسبت حاجه منهم، مش هزعل لو خسرت حاجه منهم، عادي عادي. المهم عندي انا اصعد دوري ابطال افريقيا بس سهل. فنهدى على معتمد جمال شويه، لان معتمد جمال والله العظيم بيعمل اللي عليه، وده واضح عليه في التشكيل، وواضح عليه في الخطه اللي بيحطها، وهو مش معاه الات ولا معاه حتى عمق سكواد يخليه يعني بيعمل بقى تنوع. ده احنا بقول لك طلعنا 3 4 لعيبه من الناشئين، اقسم بالله عملنا فرح. ده كان يا لهوي يا لهوي، طلعنا يا عم ده 3 4 عيال، بدل اللي مشي واللي فسخ عقده واللي راح هنا واللي ما بياخدش مرتباته واللي راح الجونه واللي راح مش عارف. فكتر خير الدنيا يعني. بس خلاص انا طلعت الكلمتين اللي عندي، ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي للزمالك. حبيبي يا عم سلامك حبيبي. ربنا يكرم ان شاء الله اللي جاي للزمالك ان شاء الله، وخير ان شاء الله. السلام عليكم.